يا صباح الفل وصباح الجمال والسعادة والرضا. احنا النهاردة ان شاء الله اول يوم في 23. يا رب يجعلها سنة خير ورزق وسعادة وصحة وراحة بال، ويدينا خيرها ويكفينا شرها يا رب. انا ادخل في الموضوع على طول لان السؤال ده دايما بيبقى متكرر. وضع العربيات ايه في 23؟ وهل في انفراج في سوق العربيات في الايام اللي جاية؟ وهل الدنيا ممكن تنزل او ما تنزلش؟ يا جماعة والله الرؤية مش واضحة تماما. ولو انتوا خدتوا بالكم من موضوع الإفراجات الجمركية اللي هي ال14.5 مليار دولار، دول سلع إنتاجية ثم سلع استهلاكية ثم إنتاجية ومستلزمات إنتاج، وبعد كده هيشوفوا الترفيهية. هل العربيات هتكون منهم ولا لأ؟ نأمل ان العربيات تكون منهم، بحيث ان هو يكون وفر كل السلع المطلوبة للسوق، وعمل عملية يعني تداول او انتعاشة للسوق، سواء في العربيات او سواء في اي سلعة اخرى. فان شاء الله نأمل خير بالموضوع ده، وانا دايما بكون متفائل خير بصراحة. ودايما السؤال ده بيجي على البيج على الفيسبوك، البيج بتاعنا على الفيسبوك بنفس اسم القناة، فمتكرر جدا. وفي نفس الوقت ان الشباب ما بيعرفوش يجاوبوا عليه، الادمن اللي ماسكين الصفحة، لان هو فعلا ما فيش رؤية واضحة لقصة العربيات. هل هيتم الافراج عن العربيات ولا لا؟ لسه مش عارفين. فعلا محدش عارف الرؤية ماشية ازاي. طيب هتقول لي تنصحني بايه؟ اشتري دلوقتي ولا ما اشتريش؟ لو انت قدامك العربية وجاهز دلوقتي تشتري، لا طبعا اشتري. طيب الناس اللي بتدور على العربيات المستعملة، انزل فورا اشتري عربية مستعملة. اسمع مني، ومش هنفضل نقول لا بكرة هترخص وبكرة، مفيش الكلام ده، لان الرؤية واضحة ان هي مش هتنزل دلوقتي. حتى لو في رؤية بتقول ان ممكن الاسعار تنزل، مش هيبقى دلوقتي. الاسعار هتنزل ممكن سنتين تلاتة على حسب، والله اعلم الدنيا ماشيه ازاي. فما تعطلش نفسك وتفضل قاعد مستني حد بيتكلم على السوشيال ميديا. طبعا مع احترامي لكل الناس اللي على السوشيال ميديا، كلهم افاضل وكلهم على راسي، بس ساعات ال القرار لما بيخرج من حد مش جوه المطبخ بيبقى الموضوع فيه يعني قلة دراية شوية. فانزل اشتري دلوقتي حالا، ما تعطلش نفسك، سواء مستعمل او سواء جديد. ده لو لقيت جديد، انما مستعمل ممكن تلاقي الناس اللي كانت عاملة رينج سعر كبير، مثلا كان عامل 500 ألف أو 600 ألف، فدلوقتي كان متارجت عربية معينة فمش عارف يوصل لها. انزل بتفكيرك شوية واركب عربية أقل في الكاتيجوري بتاعك، وإن شاء الله تكون خير ليك ولبيتك كده وأهلك إن شاء الله. انا ما بحبش اطول عليكم دايما، ويا رب يكون الفيديو فاتكم وتكون طلعنا بنتيجة هايلة. ودايما انا متفائل خير، وسنة سعيدة عليكم واللي جاي احلى باذن الله. صباح الفل.